وردنا الآن خبر محزن عن المخرجة إيناس الدغيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا المستجد بعد إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها عقب ظهور عدد من الأعراض عليها، وفقا لصديقتها المقربة الفنانة إلهام شاهين. وقالت إلهام أن حالة إيناس الدغيدي مستقرة، متمنية شفائها في أقرب وقت ممكن. وفي نفس السياق وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة دعم للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة يسرى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث كتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: أصدق الدعوات بالشفاء للإعلام المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرى ولكل مريض يا رب. ليس لنا إلا أنت، اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم. يشار إلى أنه أصيب عدد كبير من المشاهير بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، منهم الفنانة يسرى والإعلامي وائل الإبراشي والفنان كريم فهمي وهشام جمال وغيرهم من الفنانين. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.